الاخوان، حطيت الطريقه كيفاش نصب عليا ديك خيي في 60,000 ريال على اليوتيوب، واليوتيوب مسحها. قال لك اسيدي بانني كندير تشهير. واخا سيدي اليوتيوب، انا غادي نبدل المعنى، وغادي نبدل المعلومات، وغادي نحط هذا الفيديو هذا باش حتى شي واحد ما يتنصب عليه كما اللي تنصب عليا انا. المهم الاخوان، غادي نعاود لكم انا القصه ديالي هو كالتالي. واحد خيي دخل عندي: السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير ولدي؟ بخير، لاباس عليك؟ بخير. قلت له الله يحفظك. قال لي جيتك بخير ولدي، راه كتعجبني السلعه ديالكم، وانا من الدار البيضاء. ما عرفتش واش يسكن هو في الدار البيضاء ولا لا. المهم قال لي انا راه من الدار البيضاء. قال لي دابا الله يجازيك بخير، بغيت 250 كيلو في كرموس ديال 50 درهم، و250 كيلو في كرموس ديال 60 درهم، وغادي تهز ديك الكرموس تهبط لي المول الكار. كيتهضر متيقن براسو هو. قال لي تهبط لي مول الكار وغادي تصيفط لي، وانا غادي نصيفط لك فلوس. قال لي غير تحطها في الكار، غادي نصيفط لك التوصيل ديك الساعات باش تصيفط لك الفلوس. قلت له لا اخايا، انا 250 راه بزاف، كميه كبيره، تقدر ما تعجبكش ترجع لي، انا اللي خاسر. كميه راه غادي نديها مع الاصدقاء ديالي، وندي مع هذا، وندي مع هذا، وندي مع هذا. هي هذيك. ايوا قلت له انا شوف، غادي ندير معك واحد التجاره اسلاميه مبنيه على الصفا، وتدي المنتوج اللي شفتيه ولمستيه وعجبك، تذوق المنتوج، عاد ديك الساعه تقتنع به. قلت له نصيفط لك كرتونه كرتونه. قال لي صافي ماشي مشكل، صيفط لي كرتونه كرتونه. صيفط له كرتونه كرتونه، صيفط له مع مول الكار. قلت له شوف، عطي الفلوس غير مول الكار. قال لي هو لا صافي، شوف انا غادي نصيفط لك الفلوس دابا ان شاء الله. انا نصيفط الخدام ديالي غيفرسي لك فلوس عن طريق واحد الشركه ديال سياش بنك. قلت له صافي اللهم يسر. هي هذيك. صيفط له مع الوحده، صورت له الكار، عطيته الرقم ديال الشيفور. ضربت 3 د العشيه، صونيت عليه قلت له خير ما وصلني لا فلوس لا حتى شي حاجه. ملي قلت له اخي راه ما وصلني لا فلوس لا حتى شي حاجه، قال لي لا صافي، راه الدري راه في البنك، راه دابا غادي يفرسي لك فلوس. قلت له صافي خير اللهم يسر. هادي ضربت 3 ونص، هو صيفط لي التوصيل. انا شديت ديك التوصيل صيفطو للدري صاحبي خدام في البنك الشعبي. قلت له خويا الله يحفظك الله يجزيك بخير، شوف لي هاد التوصيل واش دايز ولا لا. قال لي هاد التوصيل هذا راه غادي يدوزك في 48 ساعه، لان البنك ديالو مختلف على البنك ديالك، وراه 48 ساعه راه غادي يدوز. السيد راه مصيفط لك فلوس. تما تيقنت بان صافي السيد راه صيفط لي فلوس، راه معقول. هو صيفط لي 10000 درهم. هذيك التوصيل فيه انه صيفط لي 10000 درهم، هذيك 10000 درهم كعربون. فهمتي؟ انا غنصيفط له الشانتي، وهذا صيفط لي 10000 درهم ديال العربون. ايا هاديك داز سيدي، دا هو السلعه في 7 ديال العشيه، مشى بحالو. ما عصونا عليا، ما قال لي السلعه لا عجبتني، ما قال لي حتى شي حاجه، ما رجعش عليا في مره. غدا في الصباح صوني عليا، قال لي شوف، قبال هذا ما نعيق بالقلب. قال لي شوف، ولدي رانا ما غاديش ندي، بحال حن عليا زعما شفارو كيحن. قال لي شوف، رانا ما غاديش ندي ديك 250 انا غادي ندي غير 10000 درهم السلعه اللي صيفطت لك. قلت له صافي ماشي مشكل اخاي، حتى مشكل اخاي، ما كاين حتى مشكل، صيفط لك اخاي 10000 درهم ديالك. قال لي وراه واش غدير دابا؟ قال لي المهم شحال بقات، شحال هادي جمعنا حساب. قلت له غنصيفط لك 100 كيلو ديال الكرموز ديال 50 درهم، وغادي نكمل لك الحساب ديال السلعه ديال 10000 درهم. قال لي صافي. قلت له صافي. قلت له انا غندير ريك المسائل دابا ان شاء الله، ونهبطهم لك المولكر. تما شنو درت انا؟ شديت ديك التوصيل، مشيت للسياج بنك، سولت قلت له خير الله يحفظك، دابا هاد السيد هذا اللي صيفط لي فلوس واش يمكن له يسحب؟ قال لي شوف اخايا، هاد التوصيل هذا راه يمكن له يسحب الفلوس، وثاني حاجه هاد التوصيل انا ما بانليش فيه. تما ضربت لي الطن، قلت صافي حباس. قلت للدري صاحبي شوف الله ما دوزوني شي فلوس. لا صيفط له هو مع الوحده، عارف الكار يخرج مع الوحده. انا درت واحد الغلط، انا كنت باغي نشدو وقدر الله ما شاء فعل. كنت غادي نواصل عليه مع الوحده. قال لي بلال عمرو صيفط لي السخره. انا قلت له شوف اخاي، راه باقي ما توصلش فلوس، مي غتوصل بفلوس ديك الساعات غادي نصيفط لك. قال لي هو لا، راه بالليل غادي يوصلوا لك. قلت له شوف اخاي، انا ما نصيفط لك لا سلعه لا والو، صافي حتى الليل ان شاء الله، وديك الساعات انا موجود. صافي ميصلوني انا نصيفط لك السلعه. قال لي صافي خير اللهم يستر. ديك الساعات ما كانش خصني نقول له انايا، باللي تيوصلوني فلوس. كان خصني ديك الساعه نقول له صافي انا نصيفط لك السلعه، ونصور له السلعه، ونركب مع مول الكار ومشيت لتما، وهو يجي يشد السلعه وانا نلوي على باباه من تما للكوميساريه، او من تما نصوروا بعدا نصوروا. ديك الساعه عاد حتى لا بغى يهرب لي ولا حاجه كتسمعني الفيديو، ولكن ماشي مشكل، قدر الله ما شاء فعل. وهذا من الخير انني تعلمت واحد الدرس في الحياه ب 3000 درهم. هي هذيك الاخوان، شاد هو ديك السلعه مشى بحالو. صونيت عليه انا مع السبعه ديال العشيه. صونيت عليه قلت له السلام عليكم، انا نوريكم دابا ديك القضيه ديال اللي صورت. قلت له السلام عليكم. قلت له خاي لم اتوصل بالمبلغ لحد الان. هذيك الساعات هو بلوكاني صافي، تما عرفت راه هو نصب عليا. فالذي يا اخوان، النصيحه ديالي اول حاجه بعد بارطاجيو هذا الفيديو الاخوان باش تعمل فائده، اي واحد كيبيع ويشري
الحمد لله معروفين أنك تما كتسكن في مدينة وزان، حي جنان علي، درب بن عزوز، رقم الدار 21، اللي بغا يجي عندي مرحبا ما كاين حتى مشكل. كنبيع معروف هكايا بوجايه وكلشي، فهمتي. شي واحد ما تعجبوش شي حاجة نشونجيها له عادي. هاد السيد أي واحد غادي يبيع ويشري غادي يصيفط لك شي منتوج لشي واحد، إلا ما صيفطلكش الفلوس وجبدتيهم وقستيهم بيدك ما تصيفطلوش. اولا لو كنتي غادي تصيفطلو عن طريق الكار او طريق الشركه، وتمشي الشركه تلقى السيد الليفرور يعطيوه الفلوس، يعطيهم الفلوس، يعطيوه المنتوج. او احسن حاجه هي يصيفط لك فلوس، تصيفط له السلعه ديالو، حيت شحال من واحد ساعه كتصيفط له السلعه وكيطفي عليك التليفون كيرجع لك الروتور. هادشي اللي كاين الاخوان، وكنتمنى ان الشركه ديال اليوتيوب تقبل هذا الفيديو كما هو ما فيه لا تصويرات حتى شي حاجه، ولكن التصويره راه غادي تحط عند وكيل الملك ان شاء الله نهار الاثنين باش ما يتنصبش على واحد اخر. انا تعلمت الدرس ب 3000 درهم، وشكرا للناس اللي كتبغيني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.